أنا عدلي حسن بغدادي محمد الزناتي الشهير بعدل الزناتي. والله رؤيتي في يوم الجمعة جت رؤية لقداسة البابا الله يرحمه. جاني في الرؤية بيقول لي أنا أشكر محبتك وأشكر إعلانك في الجرايد عني. قلت له لا شكر على واجب يا قداسة البابا. قال لي وأنا جاي أسلم عليك عشان أنا ماشي. قلت له ماشي رايح فين يا قداسة البابا؟ قال لي أنا ماشي وبعدين تعرف. قلت له طب خد الواجب بتاعك، أنت سلمت عليه، خد واجبك يا قداسة البابا. وبعد كده صحيت من النوم، ده كان قبل الفجر. صحيت الصبح يوم السبت بنفطر أنا والمدام تحتي. قلت له والله حصل إني شفت قداسة البابا في رؤية وجاي يسلم علي وبيقول لي سلم علي أنا ماشي وأشكر محبتك. قالت لي زوره أدام جاك في المنام زوره تعبان. أنا توجهت الصبح ركبت تاكس وذهبت إلى ميدان العباسية، وقبل ما أروح كتبت خطاب رقيق لقداسة البابا، ورحت لمحل اللي بيبيع بوكيهات الورد. قلت له أنا عاوز بوكيه ورد نظيف كده ومحترم هقدمه لإنسان بحبه. نعم. فالراجل عمل لي بوكيه الورد وحط لي الكارت بتاعي وتمنيت لقداسة البابا الشفاء العاجل ووفور الصحة. حتى الراجل بتاع البوكيه الورد اتبسط مني وقال والله أنا مبسوط منك، مسلم جاي من الصعيد يزور البابا، ده شعور طيب. قلت له البابا ده بابا العرب وبابا مصر وبابانا كلنا. واداني موظف من عنده شال معايا البوكيه الورد وتوجهنا إلى الكاتدرائية، ورحنا على الباب تقابلنا مع الأمن، وناس الأمن كانوا ناس محترمين جدا واستقبلوني استقبال كويس. وكان أحد القساوسة الكبار طالع بالعربية عرفوني بيه، سلمت عليه وبوست يده وقالوا له ده حصل الراجل من العربية وقال كذا، وقالوا له الراجل ده جاي من الصعيد وكذا وكذا وكذا. الراجل اتفضل ودوه على المقر البابوي. وتوجهت على المقر البابوي واستقبلوني الناس هناك استقبال جميل وناس محترمين القساوسة المحترمين، واخدوا مني بوكيه الورد وخدوا مني الرسالة وقالوا له هتدخل النهارده للبابا. وقالوا لي البابا تعبان شوية جدا وادعي له. قلت لهم ربنا يديه الصحة، ربنا يغفر لنا وله. وقعدت شوية هناك ومشيت لغاية الساعة 1:30 الساعة 2 كده تقريبا ومشيت. إلا أنا وراجع بالتاكس الساعة 5 عرفت إن قداسة البابا توفى. قلت الله يرحمه، والحمد لله اللي أنا زرته قبل هو ما يموت، والحمد لله إن الرؤية وضحت لجتني في المنام. نعم. وتقولي للمسلمين والأقباط في مصر بقى؟ المسلمين والأقباط شركاء في هذا الوطن. نعم. في هذه الظروف السيئة التي تمر بها مصر الآن بعد الثورة، يجب على كل مسلم أن يحب أخيه القبطي. نعم. وأي قبطي يحب أخوه المسلم ويتشابكوا ونقف مع بعض. والمسلمين والأقباط شركاء. نعم. في المعركة كنا مع بعض، في الجيش مع بعض، في المدرسة مع بعض، في كل شيء مع بعض. حضرتك عرضت التبرع بكليتك لقداسة البابا أثناء مرضه. تبرعت نعم وأعلنت في جريدة اليوم السابع، وتمنيت أن أتبرع بإحدى كليتي لعلاج البابا شنودة بعد ما عرفت إن هو بيتعالج من الكلى لأنال البركة. وليعرف كل مسلم إن المسلم والقبطي واحد. تمام. وعاوز أعرف العالم وأعرف المخربين إن إحنا مسلم ومسيحي يد واحدة. تمام. ورسالتك للبابا القادم؟ البابا القادم أقول له أعانك الله، أعانك الله، أعانك الله. وأرجو أن تخطو خطوات قداسة الشهيد، قداسة بابا العرب، بابا مصر والعروبة الأنبا شنودة الثالث. تمام. أن تحذو حذوه هذا الرجل العظيم الذي كان يحب مصر وكان يدعو لمصر
الرجل لا فرق بينه عنده ولديه بين مسلم وقبطي. كنت أقول له أنا بحبك جدا، وكان أمنيتي أن نقبل يده، وكان أمنيتي أن أتصور معاه تبقى ذكرى لي ولأولادي على مدى الحياة، لأن أنا كنت أحب هذا الرجل العظيم. نعم. كنت أحبه جدا لأنه بيحب مصر، ورجل ما عندهوش مسلم. أتمنى من الله أن يكون البابا القادم قداسة الأنبا أرميا، لأنه خدم وكان بجوار قداسة بابا العرب الأنبا شنودة. خدم الأنبا شنودة كثير. نعم. وكان بجواره كثير.